بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهارده يا باشمهندسين عن موضوع التايتل بلوك. التايتل بلوك من الحاجات المهمة جدا اللي بتظهر شغلك، اللي هو الشكل اللي قدامنا ده كده. شكل التايتل ده بيكون عامل ازاي؟ لو جينا نفتح أي دروبنج هتلاقي كل شركة أو كل مكتب بيكون له الستايل الخاص بيه. في ناس بتعمله بالشكل اللي قدامك ده كده، حاجات معينة عايزة تظهرها. في مثلا شكل تاني بالشكل اللي قدام حضرتك ده مثلا بالشكل ده، يكون عايز يظهر بشكل معين. كل مكتب وكل شركه بيكون ليها الشكل بتاعها تمام والستايل بتاعها. شركه اودوديسك نفسها مدياك تايتلز جاهزه بالشكل اللي قدامنا ده كده. فاحنا عايزين نعمل كرييت للتايتل بلوك الخاص بالشركه بتاعتك او خاص بالمكان اللي انت شغال فيه. بعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندسين؟ بروح على قائمه فايل، بقول نيو، في حاجه هنا اسمها تايتل بلوك بالشكل اللي قدامنا ده كده. لو رحت على تايتل بلوك في حاجه اسمها هنا، من هنا حاجه اسمها فاميلي تمبلتس بالشكل ده، انجلش تايتل بلوك. بلاقي هنا كل المقاسات اللي انا عايزها، وليكن على سبيل المثال انا عايز اعمل مقاس E1 هلاقي E1. لو انا عايز اعمل مثلا تايتل بلوك باي مقاس انا عايزه بقول له حاجه اسمها نيو سايز مترك. انا بقى عايز اعمل الشكل اللي انا عايزه والمقاس اللي انا عايزه. تمام. واحد عايز يعمل مثلا A5 عايز يعمل اللي هو عايزه، فايه يعمل المقاس اللي هو عايزه بنيو سايز. وليكن انا اختار A1 واقول له ايه اوبن بالشكل ده. هنلاحظ ان هو اوتوماتيك بيجيب لحضرتك الحدود اللي انت لازم تشتغل جواها اهو. ده مقاس الاي 1 اهو، بيقول لحضرتك 841 في 594 بالشكل اللي قدام حضرتك ده، اللي هو نفس بالظبط اللي هو الايه اللي قدامنا ده بالشكل ده. 594 في 800 المفروض 41 مش 21. تمام بالشكل ده. ماشي كده يا باشمهندسين. في واحد هيقول لي فايل، هقول لي نيو تايتل بلوك، هختار من هنا نيو سايز بمزاجي، اعمل هنا برضو اي مقاس او اي شيء انا عايزه بالشكل اللي قدامنا ده كده يا باشمهندس. طيب اي حاجه انا خلينا نبدا مثلا بالنيو سايز. انا عايز اعمل اي مقاس انا عايزه. اول حاجه بعملها يا باشمهندسين بروح على قائمه كرييت، بعمل حاجه اسمها ريفرنس لاين. ريفرنس لاين ده خط مرجعي ليا. يعني ايه؟ يعني هو ده اللي انا هشتغل عليه البروجكت بتاعي بالشكل ده. زي بالظبط كاني بعمل ريفرنس بلان، هو ده المقاس الستاندر اللي انا هشتغل عليه. هجيب واحد منهم واعمل له لوك بالشكل او اعمل له بن بالشكل ده عشان ما يتحركش، وليكن برضو اللي فوق مش هحركه بالشكل ده. يبقى انا عندي كده ايه مقاسين ما بيتحركوش. عايز امسك الحدود بتاعتي دي اربطها هنا، يعني المفروض اعمل له الاين من هنا لهنا ومش عايزها تظهر. فبروح على قائمه فيو، فيزابيلتي اند جرافيك او في جي عادي خالص جدا، انوتيشن، التايتل بلوك عادي خالص عندنا هنا كده يا باشمهندسين. بقول له من هنا كده ده كده دي ال الخطوط الموجوده عندنا بالشكل اللي قدامنا ده كده اهو، هي دي الخطوط الموجوده عندي. تمام. باجي من هنا بقول له اوبجكت ستايل، بروح هنا اعمل نيو اوبجكت جديد خالص وليكن اسميه بيج سايز بالشكل ده. بيج سايز، واخليه تحت التايتل بلوك. هديله بس اللون الابيض عشان انا مش عايزه يظهر، هو مجرد بس ايه خطوط. هقف هنا هضغط على تاب عشان يختار لي كل حاجه، وبعد كده اضغط ضغطه واحده واختار من هنا اقول له ايه بيج سايز زي ما انتم شايفين كده. ارجع اعمل الاين من ده لده واعمل له بن عشان يبقى دايما مربوط بالمقاس بتاعه، من هنا لهنا واعمل له بن، من هنا لهنا واعمل له لوك عادي خالص جدا. اخر واحد مش شرط اعمل له عادي خالص جدا يعني. همسك من هنا هدي مقاس عشان يكون مقاس ثابت عندي اللوحه بتاعتي اهو من هنا لهنا كده. وبعد كده هديله بارامتر عشان يكون ثابت عندي. انا بس سايب ده مفتوح عشان افتكر المقاس. من هنا كده 841. همسك ده كده اديله بارامتر من هنا كده واقول له هنا كده ويدز بالشكل ده، ونوع دايمنشن هنا كده لينس، ونوع دايمنشن واقول له اوكي بالشكل ده كده. لو رحت هنا على البارامترز بتاعتنا هلاقي طبعا ان ده خاص بالتايتل بلوك. لو رحت على البارامتر من هنا ورحت جاي قايله من وليكن من هنا انا عايز اعمل مقاس A1 لاندسكيب بالشكل ده، انا كده شغال A1 لاندسكيب بقول له اوكي ده كده مقاس A1 لاندسكيب. لو عايز اعمل بورتري اروح جاي اعمله من هنا كده دوبليكيت اقول له كده A1 بورت ريت زي ما يكون اسمها بقى بالشكل ده كده يا باشمهندسين. كل اللي اعمله هخلي العرض مكان الويتس والويتس مكان الايه الهايت بالشكل ده.
تعالوا بقى نجرب كده مع بعض. ناخد وليكن 841 من هنا كده، اروح جاي بس مختار من هنا اهم حاجه الفاميلي، اخلي هنا كده ايه العرض 841 واقول اوكي. شايفين هتلاقي العرض ايه اتظبط معاك عادي خالص كده. تعالوا نشوف بقى الهايت 594. هاجي من هنا 594 بالشكل ده كده يا باشمهندسين. يبقى انا كده ايه ظبطت المقاس بتاعي بمنتهى السهوله عادي خالص كده. هقفل ده خلاص ملوش اي لازمه. يبقى كده ايه المقاس. لو جيت اجرب على البورتريت قلنا كام، وليكن اخد من هنا 841 اخليها في اللينس و 500 بالشكل ده ولا اوكي. شايفين بقى عندي اقدر اظبط مقاسات الايه اللاندسكيب والبورتريت بمنتهى السهوله. ارجع من هنا تاني هكمل ادي اللاندسكيب. ده كده يا باشمهندسين ده كده الحدود بتاعتنا. ده كده ايه ادي الحدود بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها. عايز اعمل بقى بعد كده زي ما انت شايف كده ان هو لما يجي يطبع يسيب حدود مارجن موجود عندي هنا كده. فهعمل مارجن، هاجي من هنا اقول له كرييت لاين عادي خالص جدا، واختار التايب بتاعه وليكن وايد لاين من هنا. اروح جاي مديله اوفست وليكن على مسافه وليكن 6 مللي بالشكل ده. اختار واضغط سبيس مسطره بس كده عشان يدخلوا لي جوه بالشكل ده. يبقى دي كده اول حاجه ادي المارجن بتاعتنا. اروح جاي اعمل بس من هنا كده دايمنشن عشان اثبته. ده ايه ده لينير دايمنشن خلاص. شفتوا احنا غلطنا ازاي. تاب ديليت تاني كرييت لاين من هنا كده واديله اوفست 6 مللي من هنا كده واعمل سبيس لحد هنا كده بالشكل ده كده يا باشمهندس. واروح جاي مختار من هنا كده المكان، وده برضو من هنا بالشكل ده، ومن هنا بالشكل ده، ومن هنا بالشكل ده. همسك كل دول واديهم بارامتر برضو عشان خاطر اقدر اتحكم فيهم بمنتهى السهوله. هاجي من هنا كده اقول له كرييت بارامتر وليكن اسميه مارجن، وبرضه نوعه تايب ودايمنشن مارجن. لو انا جيت اظبط بقى من هنا اهو، هاجي على المارجن بتاعي اخليه مثلا وليكن 10 مللي بالشكل ده اهو بالشكل ده. شايفين كل حاجه اتظبطت. ارجع تاني اعمل وليكن اخر واحد جايد داخلي برضو من هنا كده وليكن اديله 10 مللي بالشكل ده. من هنا كده سبيس عشان يبقى لجوه بالشكل ده، وليكن اسميه جايد. نفس الكلام هاخد نفس المقاسات من هنا. شايفين اهم حاجه تاخد من الريفرنس كل شغلك خلاص على الريفرنس خلاص كل شغلك بقى على الريفرنس اللي احنا عاملينه بالشكل ده. همسك ده وامسك ده وامسك ده وامسك ده واديله بارامتر من هنا وليكن اسميه جايد برضه نوع دايمنشن. تعالوا كده نظبط الامور تاني من هنا كده. نخلي ده وليكن المارجن 6 مللي، خلي ده كده وليكن الجايد 9 مللي او 10 مللي. شايفين تقدر تتحكم فيها وتظبط المقاس اللي انت عايزه. بعد كده هعمل الانفو كارد بتاعنا اللي هو الشكل الموجود عندنا هنا ده كده. هجيب خط اقول له كرييت برضه لاين وايد لاين مسافه من اي مكان انا عايزه اهو من هنا لحد راس الحتان، وبرضه اروح جاي رابطه بالريفرنس لاين اللي انا عامله بتاعي من هنا لهنا، وادي له بارامتر واسميه انفو كارد بالشكل ده دايمنشن. اغير من هنا بمنتهى السهوله، اروح على الانفو كارد بتاعي ولكن اخليه 100 مللي واقول له اوكي بمنتهى السهوله. تعالوا كده نجرب كده نغير نخليها من لاندسكيب بورتريت. تعالوا نشوف اللي هيحصل. شايفين كل حاجه في ثانيه اتغيرت، الامور في ثانيه اتظبطت عندي اهو. ارجع تاني اختار من هنا طبعا الانفو كارد من هنا ظبطه خليه 100 اهو بالشكل ده. شايفين
منتهى الجمال. تقدر تعمل كل اللي انت عايزه، A3 A1 A نود، كل اللي انت محتاجه تقدر تعمله بمنتهى السهوله بالشكل اللي قدامنا ده. لو جينا نبص على هنا مثلا، هو الراجل مدي هنا 140، عايز يكبر الموضوع شويه. احنا يعني 100 مللي كويسه جدا يعني على الموضوع. طبعا انت كل مشروع بتشتغل عليه بيديك الستاندر اللي هو عايز يشتغل عليه. فوق هنا بقى تعمل اللي انت عايزه، وليكن احنا بنحب نكتب فوق هنا حاجه اسمها البروجكت ستيتس. فاعمل هنا كرييت ليبل، اختار من هنا الليبل اللي انا عايزه. في حاجه اسمها هنا بروجكت ستيتس بالشكل ده، حاله المشروع اللي انت شغال عليه. اختار بس من هنا، اخلي الاونلاين بتاعي يكون ميدل. هنفهم يعني ايه البروجكت ستيتس دلوقتي اهو بالشكل ده. اظبط دايما الحدود بتاعتها تبقى موجوده جوه ايه، جوه الشكل عندنا. وليكن نعمل له وليكن من هنا كده ايه، سين لاين، بس مجرد بوردرز حواليه بالشكل ده. نظبط هنا تاج ليبل، وليكن اسميها ده كده ايه، نسميها كده وليكن اريال 8 ملي بالشكل ده بولد. هاجي من هنا اختار الخط بلاك 8 ملي، وليكن اخليه اريال نارو، انا بحب دايما الكتابه تكون نارو، واخليه بولد من هنا عادي خالص جدا. ومن هنا كده اخليه ترانسبيرنت عشان لو في اي حاجه تحته تبقى ظاهره عادي خالص جدا اهو. بروجكت ستيتس بالشكل ده تمام. بعمل تحتها نوت كده، بكتب تحتها مثلا، في احيانا بنكتب نقول له مثلا نوت مثلا not for construction بالشكل ده. edit type duplicate، وليكن اسميها من هنا كده ايه نوت، وليكن نخليها 2.5 مليمتر اريال بالشكل ده كده. هنا برضو ترانسبيرنت خليها نارو، هدي من هنا مقاس 2.5 مليمتر بالشكل ده من هنا كده. وليكن برضو اخليها في السنتر في الميدل بالشكل ده. بس دي يا باشمهندسين انا عايزها ايه، مره تظهر ومره ما تظهرش. يعني مثلا احيانا نقول مثلا خد بالك ان النقطه ديت مش للكونستراكشن، خد بالك النقطه ديت لا للكونستراكشن، يعني النوت كده ايه تظهر وما تظهرش. فانا باجي على الفيزابيليتي من هنا كده وبديها بارامتر جديده هنا كده واسميه نفس الكلام نوت فور كونستراكشن. ومن هنا كده اهم شيء ادي الجروبنج بتاعها، خليها في حاجه اسمها فيزابيليتي بالشكل ده، وخليها انستنس. ليه انستنس؟ لان ممكن في شيت اخليها تظهر فيه وشيت ما تظهرش فيه براحتي، يبقى الموضوع ايه يرجع لي خالص جدا، سواء اعملها يظهر او ما يظهرش بمزاجي خالص جدا. اقول له اوكي واقول له اوكي بالشكل ده. لو رحت هنا على البرومتر اقدر ايه اخفي واظهر زي ما انا عايز النوت دي تظهر او تختفي زي ما انا عايز من الشيت، او ايه ما تظهرش زي ما انا ايه عايز. تمام. بعد كده بنحتاج نضيف مجموعة من النوتس تحتها، وليكن عايز اضيف مثلا نوتس. ممكن اروح من هنا اجيب النوتس دي مثلا، اقول اوكي، اقول من هنا كده كنترول سي. هاجي انا اخد تكست من هنا، وليكن اخليه باراجراف مثلا، اخليه 2.5 ملي ريال باراجراف مثلا، وبرضه اخليه من هنا نارو 2.5 مليمتر، واقوله بالشكل قدامنا ده كده ترانسبيرنت، واقول اوكي. اجي افتح من هنا تكست واكتب اللي انا ايه عايزه بالشكل ده. اجي من هنا كنترول سي بالشكل ده. بالشكل ده كده يا باشمهندس، وليكن دي ايه النود بتاعتي الموجوده عندي بالشكل ده.
ماشي. اول ما بخلص المنطقه ديت بحب اعمل تحتها برضو موضوع بعد النوتس، اي نوت انت عايز تكتبها هنا بحب اعمل تحتها جزئيه تانية. خلاص هنا كده انا مش عايز ده. بعمل فيها حاجه اسمها الريفيجن سكادول، اللي هو ده الريفيجن نمبر كام، من اللي راجع بتاريخ ايه والكلام ده كله. ماشي. فاجي من هنا بالشكل ده. خد بالك ده انا بعمل اللي انا عايزه، انت بتفكر بتشوف اللي انت عايزه، احنا بنحاول ايه قدر الامكان نديك كل الافكار يعني. ولكن هو ده الريفيجن سكادول بتاعي. بقول له اوكي. هاجي هنا على اقفله خلاص من هنا كده. هاجي هنا على السكادول، همسك من هنا الريفيجن سكادول واضيفه من هنا. ادي الريفيجن سكادول بتاعي. عايز اعدل بقى فيه، اختار من هنا. شايفين؟ اختار اقف على السكادول واقول له من هنا كده ايه التايتل بلوك. فين؟ ادي السكادول، دبل كليك عليه، ومن هنا من جواه اخش على ايه الريفيجن سكادول. ماشي. بعمل ايه يا باشمهندسين؟ ادي الفيلدز اللي انا عايزها. عايز تعمل الريفيجن سيكونس، الريفيجن نمبر، انا طبعا بحتاج فقط النمبر، الريفيجن نمبر والديسكريبشن والديت. ممكن تقول له ايشو باي او ايشو 2 اللي انت عايزه، يعني عايز مين اللي عمل الايشو للريفيجن ده وبالكلام ده كله يعني. هاجي على سورتنج، طبعا بخليها سورتنج باي ريفيجن نمبر عشان يجي بالترتيب. ايتمايز عشان كل مره ريفيجن جديد تبدا تظهر معايا. الفورماتنج ممكن اجي هنا على الريفيجن نمبر اشيل كل ده واسميه نمبر بالشكل ده. هاجي من هنا على الديسكريبشن، اخلي فقط كلمة ديسكريبشن، ممكن اكتبها ديسكريبشن. اجي هنا على الديت، هنقول له مثلا وليكن ايشوب باي، خليها ايشوب باي عادي خالص كده. الابيرنس بحب اخليه من الاسفل لاعلى، بحب اخليه من الاسفل لاعلى يا باشمهندس. تمام. الهايت بخليه من هنا يوزر ديفاين. هنعرف يعني ايه يوزر ديفاين دلوقتي. تعالوا ايه نشوف اللي حصل. شايفين؟ ادي السكادول بتاعنا من هنا اهو. ده الهايت اللي انا بكلمكم عليه يوزر ديفاين، عشان ايه اضيف الارتفاع اللي انا ايه عايزه فيه. اجي من هنا اصغر زي ما انا عايز. ادي النمبر، الديسكريبشن، الديت، ايشوت باي بالشكل ده. هنمسكه من هنا كده. انا مش عايز البوردر الخارجيه دي. هاجي من هنا كده اقول له appearance، انا مش عايز الاوتلاين، ماشي مش موجوده. يوزر ديفاين. ممكن نفسه التكست نفسه اظبطه من هنا كده. التكست التايتل وليكن اخليه 2.5 باراجراف بالشكل ده. انا اصلا مش عايز يظهر اصلا التايتل اللي يكتب لي كلمه ريفيجن دي، انا عايز يظهر على طول كده بالشكل ده اهو. وليكن اقرب بالشكل ده. مهم جدا التظبيطات دي. كبر مكان للديت ويشوف بالشكل ده كده يا باشمهندس. تمام. بقى عندنا تيبل اقدر اضيف فيه كل الخانات اللي انا ايه عايزها بمنتهى السهوله. وممكن اكتب تحته هنا كده وليكن تكست باراجراف مثلا او 8 مللي من هنا كده. اسميه من هنا كده ايه فيجن سكادول. 8 مللي كبيره شويه، ممكن اعمل ايديت تايب دوبليكيت زي ما احنا قلنا، نخليها وليكن 4 ملم. 4 اريال نارو بالشكل ده. خليها 3 ملي. هنا 3 بولد ترانسبيرنت بالشكل ده. ممكن اعمل لاين بقى عشان افصل سيبريتور من هنا كده ما بين الجزئيه والتانيه. كل زونه يا باشمهندسين اخلصها اروح جاي ماسكها على بعضها كده بالكامل. كل زونه اخلصها كنترول واعمل لها حاجه اسمها جروب من هنا، وليكن كده اسميها النوت توب مثلا من هنا كده. ليه بقى؟ عشان دايما كل جروب يا باشمهندسين بروح جاي مديله من هنا دايمنشن، برضه شغلي كله من الريفرنس. شايفين؟
واعمل له لوك. ليه بقى اعمل له لوك؟ نفترض ان انا ما عملتش لوك دي، لو جيت اعدل ما بين البورتري واللاندسكيب، شايفين ممكن ما يظبطش. شايف ده نزل فين؟ نزل تحت خالص اهو. فانا بروح جاي مديله بقى ده واروح جاي اعمل له لوك، عشان خاطر لما انا اجي اغير ما بين اللاندسكيب واقول له البورتريت، يفضل ايه النوت بلوك دي ثابته موجوده عندي فوق بالشكل ده، بالبعد اللي انا ايه عايزه. ممكن اكبره شويه، اصغره شويه، اللي انا ايه اللي انا عايزه عشان يظهر معايا. هنا طبعا عشان هنا كنا مظبطناش اللينس. احنا قلنا ادي الجايد على وليكن 9 مللي، هيظبط معاك. شايف بالشكل ده؟ يبقى انت عندك اللاندسكيب، انت بتشتغل بتعمل كل ايه، كل اللي انت عايزه وانت شغال مره واحده اهو. وادي اللاندسكيب من هنا كده بالشكل ده كده. يبقى انا كده ايه خلصت اول جزئيه موجوده عندي فوق. بنحتاج ايه تاني؟ مثلا عندنا في التايتل بلوك بنحتاج نعمل ليجن، هنتعلم ازاي نعمل ليجن وعملنا ريفيجن. خلينا ناخد الجزء بتاعت الايه الكلاينت مثلا وليكن، خلينا نفتح حاجه زي كده نشوف مثلا وليكن الزونه بتاعت الكلاينت وليكن نخليها 50 مللي الكلاينت. لو جينا نبص هنا على التكست هنلاقي مثلا ان هو مثلا 2.5 نارو بلاك بولت بالشكل ده. ماشي، خلينا نقسم الجزئيه بتاعت الايه الكلاينت والبروجكت مانجمنت كونسلتنت، وليكن انا عايز اعمل الجزئيه دي عندي برضو في شغلي من هنا كده. ماشي الشكل ده. او خلينا برضو ناخد البيربوز فور ايشو، دي نقطه مهمه جدا. البيربوز فور ايشو، ايه الغرض من انت ليه بتعمل الايشو ده ليه؟ مره بنقول له فور كونستراكشن، فور فورميشن، اللي انا عايز اعمله عندي هنا كده. طيب هاجي من هنا كده تكست، هنخليها من هنا كده 2.5 باراجراف. ادي البيربوس فور ايشو، ادي التايب ارايل نارو 2.5، خليها بولد او خليها دوبليكيت، نقول له ايه بولد بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل ايه يا باشمهندسين؟ انا عايز اعمل جزئيه هنا تكون دايما، يعني انا عايز اعمل من هنا حاجه تكست انا اللي اكتبه. يعني مثلا عايز مره اكتب فور انفورميشن، مره فور كونستراكشن، مش هخليه تكست بقى. انا بعمل حاجه اسمها تاج ليبل، بقول من هنا حاجه اسمها الليبل اللي احنا متفقين عليه، الليبل عشان اكتب انا الحاجه اللي انا عايزها. شايفين لو جينا نبص هنا مش هلاقي حاجه اعرف اكتبها. يعني مثلا هلاقي هنا البروجكت نيم، يعني الحل السحري اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اي حاجه بتعطل قدامي بدي على طول بروجكت بارامتر اللي احنا متفقين عليه. اديت، ولا من هنا كرييت زي ما احنا متفقين يا باشمهندسين. ادي فين البام ستيل كورس، ادي الفايلز، ادي الريفت بارامترز. هنا ادي الشيتس، او خلينا نعمل شيتس او تايتل بلوك عادي خالص. ادي التايتل بلوك. فين بروجكت نيم تايتل؟ احنا كنا عاملين قبل كده بارامتر. طب خلينا نعمل هنا كده شيت، او خلينا نقول مثلا تايتل بلوك بارامترز بالشكل ده. هعمل جروب جديد واخلي لي التايتل بلوك بارامترز بقى، ده كده فيه كل ايه حاجه اللي انا عايزها. ولكن اول حاجه هنعمل بيربوز اوف ايشو بالشكل ده. كومن هخليها هنا تكست عشان انا اللي هكتبه بالشكل ده. يبقى كده ضفت اول حاجه، وبعد كده اللي هنحتاجه هنضيفه جواه عادي خالص جدا. يعني هقول له بيربوز في ايشو بالشكل اللي قدامنا ده كده يا باشمهندسين. ما انساش بس ايه اختار التايب دوبليكيت، اخليه 2.5 مليمتر، ادي 2.5. اريال نارو من هنا كده، ترانسبيرنت بالشكل ده. اخليه من هنا كده سنتر ميدل، اكبر بالشكل ده. وليكن نخلي ده ايه بولد. يبقى انا عملت الجزئيه بتاعت ايه البيربوز اوف ايشو، مهمه جدا يا باشمهندسين عندي. بعد كده اعمل له لاين، عايز اعمل لاين من هنا كده، ناخد من ده كده كوبي بالشكل ده.
بعد كده يا باشمهندسين عايزين نعمل الجزئيه بتاعت الايه الكلاينت والبروجكت مانجمنت كونسلتنت والكلام ده كله. فهاجي من هنا اعمل كرييت سيميلر، او اعمل من هنا كده كرييت لاين. هاجي من المنتصف من هنا كده هنزل 100، واجي من المنتصف واعمل كوبي من هنا. لا، بالشكل ده. ممكن ازود شويه الانفو كارد من هنا كده، نخليها وليكن من 100 و 120 مللي، عشان بس تساعي الشكل بتاعنا. او نخليها 140 مللي. بس هتبقى كبيرة، شكلها بايخ كده. خليها زي ما احنا كده شغالين، ونخليهم فوق بعض افضل يعني، نخليهم فوق بعض وخلاص افضل جدا يعني. خلي ده وليكن 25، كويس جدا. خليها 35 بالشكل ده. هاجي من هنا انا عايز اعمل الكلاينت بتاعنا تكست للكلاينت، ده مجرد كتابة بس. هاجي من هنا تكست 2.5. ادي الكلاينت بتاعنا بالشكل ده. الكلاينت بقى ممكن اخليه تكست، يعني ممكن انا اعمل برضو من هنا بارامتر بحيث اكتب اللي انا عايزه، او لو له لوجو او صوره اقدر ايه اضيف اللي انا عايزه. ممكن اعمل بقى لو هو صوره insert اي ايمج عندي، لكن احط صورتي عشان تنور الدنيا كده بالشكل ده اهو. شايفين انا الكلاينت اهو، شايفين منور الدنيا ازاي بالشكل ده اهو. طبعا انا بهزر، انت هتحط اي صوره تانية، تحط الكلاينت بتاعك صورته اهو. مثلا عايز تعمل صوره وتحط الانفو بتاعته، تروح جاي برضو من هنا تديله كلاينت انفو، وليكن من هنا عايز تعمل بارامتر جديد زي ده كده، تقول له كرييت سيميلر. من هنا كده تقول له كرييت سيلكت، جوه دي على طول بعمل اديت وبدي نيو بارامتر هنا، وليكن نسميه كلاينت انفو بالشكل ده. نوع التكست برضو من هنا اوكي اوكي اوكي، وراح جاي مديله هنا البارامتر اللي معايا. هنا كده ايه انا مدي لنفسي السماحيه اكتب اللي انا ايه اللي انا عايزه هنا خالص، وادي له الرينج لحد النقطه دي كده بالشكل ده. عايزين نعمل بعد كده مين تاني؟ عايزين نعمل بعد كده البروجكت مانجمنت كونسلتنت، نفس الكلام. هنا برضو اخد الكلام ده كله كوبي من هنا لهنا، كنترول ايه كنترول في، بالشكل ده. نحاول نكبر دي لحد الاخر عشان لو عايز اكتب اي حاجه انا عايزها. هنا برضو بالشكل ده. هغير دي برضو، اروح جاي اعملها ايه اديت بارامتر جديد واسميها برضو بروجكت مانجمنت بارامتر انفو اهو. انفو لو انا عايز اكتب اي حاجه انا عايزها. حرف البي بالشكل ده. مثلا عايز اظبطها برضو لحد المكان ده واحط اللوجو او المكان او الشكل اللي انا عايزه. ناخد برضو نفس البعد من هنا من هنا، ناخد ده نخليه 35 بالشكل ده. عايزين برضو نفس الكلام الديزاين كونسلتنت، وعايزين الكونتراكتور نيم نفس الكلام بقى يا باشمهندس. اهم نقطه عندي بقى ايه اللي هو ليه الجزء بتاع مين اللي تشيك والكلام ده كله مهم جدا يعني. 6 مللي كويسه جدا. من هنا كده اسيب بقى ايه بالشكل ده. بعد كده اعمل كوبي من هنا كده 6 مللي كويسه جدا. اعمل تكست من هنا
خلينا نقول له من هنا ايه ديزاين كونسلتنت الاول. عايزين بقى نضيف في المنطقه بتاعت ايه درون وتشيكد وابروفد والكلام ده كله. هاخد بقى الثلاثه تكست دول كنترول سي عشان ما اقعدش افضل اكتب، كنترول في ماشي ديليت بالشكل ده كده يا باشمهندسين. ماشي. بعد كده اروح جاي واخد من هنا دايمنشن واقول له ايكوال بالشكل ده ديليت. خلينا نضيف دي نسيبها زي ما هي كونتراكتور، المكان هيساعي اهوت كنترول اي كنترول سي كنترول اي كنترول في بالشكل ده. نسينا نسيف اهم حاجه، نعمل شغلنا نسيف. تايتل بلوك اسميها كده سلام جميل اي 1 بالشكل ده. ماشي يا باشمهندسين. كده احنا عملنا المنطقه بتاعت فاضل بقى ان انا عايز اعمل بقى ايه مين اللي عمل الرسم والديت والكلام ده كله. ماشي، ونعمل الديت والكلام ده كله. اجي من هنا اعمل لاين كريت لاين بالشكل ده، حركه كنترول سي هنا. يعني اعتقد دي كفايه عليها نعمل جزئيتين، واحد للكونتراكتور وواحد للكونسلتنت. ماشي، نفس الكلام اخد كل الكلام ده كوبي من هنا لهنا، الخط ده نعمله ديليت كونتراكتور بالشكل ده. بالشكل ماشي كده يا باشمهندسين. عايزين نعرف بقى مين اللي رسم باي كذا واللي عمل كذا، الامور اللي احنا عارفينها دي. هاجي من هنا برضو واروح جاي له من هنا ليبل، لان انا عايز حاجه تكون ثابته تتحط في اي مكان، خلاص الامور تتظبط عليه على طول. في هنا حاجه اسمها درون باي، شايفين ديزايند باي في درون باي، فهختار من هنا اقول له ده درون باي. ده كده للكونسلتنت، والكونتراكتور هنعمل له عادي خالص كده. اختار من هنا وليكن اللي هو ايه 2.5 برضو ماشي، خليها 2.5 بالشكل ده. ماشي يا باشمهندسين، خليها من الشمال لليمين كويسه جدا، من الشمال لليمين بالشكل ده. طيب واللي تشيكد باي نفس الكلام، هو من هنا كرييت سيميلر هنا بقول له تشيكد، ادي تشيكد باي بالكلام ده كله، واظبط الدنيا. approved by نفس الكلام create similar، ادي approved by. دول اللي هو ايه البارامترز اللي جايه مع اللي هي بتبقى في قلب المشروع نفسها. طيب عايزين نعمل بقى الكونتراكتور بقى، عايزين نعمل ايه كونتراكتور درون باي والكلام ده كله. هاجي من هنا اقول له create similar نفس الكلام، بس طبعا لو انا اخترت برضو نفس الدرون باي يبقى اذا الاثنين هيبقوا زي بعض، فانا مش عايز اعمل كده. انا برضو هعمل بارامتر جديد من هنا كده كونتراكتور درون باي بالشكل ده، ونوعها تكست برضو نفس الكلام، اقول له اوكي واختارها، اقول له اوكي اوكي اد، اقول له اوكي بالشكل. هغير بس الايه الكتابه اللي جواها هنا عشان بس الموضوع ما يبقاش كبير اوي كده بالشكل ده. ماشي كده يا باشمهندسين بالشكل ده بقت مظبوطه عندي. create similar، هاجي من هنا برضو checked by من هنا كده checked by نفس الكلام، اخليها تكست واقول اوكي اوكي ادي checked by، وبرضو هنا
كنترول ايه شيكد باي. ماشي، نظبط بس المكان بتاعها بالشكل ده. الابروفد نفس الكلام من هنا اهو، اعمله برضو بارامتر جديد. approved by text. كنترول ايه بالشكل ده. ماشي كده يا باشمهندسين، يبقى انا كده ايه ظبطت اموري بالنسبه للموضوع ايه اللي هنا. هنضيف برضو من هنا كده ايه الديت، هروح جاي من هنا برضو اروح جاي لكرييت ليبل. لو جينا نبص هنا، لو جيت رحت على الديت هيقول لي ايه الديت والتايم. انا مش عايز الكلام ده كله، انا هروح جاي اعمل بارامتر جديد من هنا واسميه ديت consultant مثلا. consultant date text من هنا كده، بحيث مثلا كل واحد فيهم من هنا بالشكل ده اهو. اعمل لك كوبي من هنا، نفس الكلام اخد الكوبي واعمل واحد للكونتراكتور edit، شيل ده ديت. فين الكونتراكتور ديت؟ واختار من هنا كونتراكتور ديت واقول له اد بالشكل ده كده يا باشمهندسين. كوبي ماشي كده. يبقى احنا ايه ظبطنا الزوم برضو بتاعت النقطه اللي عندنا. في عندنا بقى عندنا السكيل، الشيت سايز، الديسيبلين نيم. تعالوا بقى ناخد برضو الجزئيه بتاعت النقطه دي، ناخد دول كده زي ما هما تكست بس عشان برضو عشان ايه كل ده بارامترز احنا بنعملها اهو. ماشي خلينا ايه خليها بشكل محترم كده، ننزلها تحت شوية. اجي من ده كوبي من هنا بالشكل ده، نمسك دي كده بالشكل ده. كرييت لاين من هنا كده يا باشمهندسين، ادي السكيل، شيت سايز، عشان بس ايه نعمل الشكل يبقى كويس يعني. خلاص دي الريفيجن سكادول مش عايزينها تاني. هنا نفس الكلام، السكيل عايز اكتبه انا بنفسي او ان انا اخليه من هنا كرييت. هقوله من هنا كرييت ليبل، هنشوف اذا كان في هنا السكيل ولا لا. لو انا رحت هنا هلاقي كلمه السكيل، خلاص يبقى اذا هياخد نفس السكيل بتاع اللوحه الموجود عندي اهو بالشكل ده. فاضل الشيت سايز، يعني الشيت سايز مش موجود. لو انا جيت اعمل من ده ليبل كده كوبي من هنا كده لهنا وجيت اقول له اديت ليبل، خلاص اشيل السكيل. تعالوا نشوف بقى الشيت سايز، مش هلاقي هنا الشيت سايز. فانا هعمل بارامتر خلاص زي ما احنا متفقين، نيو شيت سايز نوع تكست عشان ادخل السايز اللي انا عايزه. فين الشيت سايز؟ اقول اوكي اوكي اد من هنا كده، واظبط يكون بالشكل ده، وليكن نديله اي مسمى. ايوه مجرد شكل بس. يبقى انا كده عملت السكيل وعملت من هنا الشيت سايز. عايزين نعمل ايه؟ الديسيبلين نيم برضو من هنا كده، الديسيبلين نيم ممكن يكون مثلا الشيت ده تستخدمه معماري انشائي، تمام. خد بالك كل زونه برضو زي ما احنا اتفقنا، يعني المنطقه بتاعت مثلا احنا خلصنا الجزء الجروب اللي فوق ده، الجروب بتاعت بتاع الكلاينت مثلا، الجزئيه دي تروح جاي واخدها كلها جروب، تظبطها على انها جروب، وتظبط برضو الدايمنشن بتاعتها عشان تفضل ثابته.
زي ما احنا عملنا فوق. هاجي من هنا اخد وليكن ده كده كوبي من هنا لهنا بالشكل ده. اديت ليبل ده كده اسمها الديسيبلين نيم. الديسيبلين نيم تكست برضو. اوكي اوكي حرف الدي ادي الديسيبلين نيم. اوكي ادي بالشكل. ممكن دي خليها بس ايه سنتر كده عشان يبقى شكلها في المنتصف كده جميل بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت ايه الديسيبلين نيم الموجود عندنا. الشيت نيم مهم جدا. الشيت نيم نمسك الاتنين دول كده نعمل بس لاين الاول كرييت لاين بالشكل ده. نمسك ده وده وده كوبي من هنا لهنا نسميها الشيت نيم. الشيت نيم هاجي من هنا اعدل ده. هلاقي عندي ليبل خاص اصلا بالشيت نيم اهوت اللي انت بتكتبه فوق الشيت نيم بالشكل ده كده يا باشمهندسين. بعد ما عملنا الشيت نيم عايزين نعمل بروجكت نيم. ادي البروجكت نيم. دايما البروجكت نيم ده يا باشمهندسين احيانا ممكن يكون مشروع اسمه كبير جدا زي المشروع اللي عندنا هنا مثلا يكون محتاج كذا لاين مش خط واحد بس كذا لاين موجود عندنا. فهاجي اعمل ده كده اشيله من هنا واضغط على حرف البي بروجكت نيم. تعال نشوف البروجكت نيم. ادي البروجكت نيم اهو عندنا ده البروجكت نيم. احيانا زي ما انا قلت لحضرتك بيكون اكتر من لاين. انا عايز مثلا اكتب بروجكت نيم الاولاني الخط الاولاني مثلا اكتب ده بيم ستيل كورس فور كونستراكشن ان قطر ان كذا عشان اكتب كذا خط كذا لاين. فالحل السحري بتاعنا اللي احنا عارفينه كوبي على طول على طول من غير ما افكر. اجي من هنا اديت ليبل اشيل ده خلاص. اسمي هنا كده نيم تايتل 2 مثلا واخليه من هنا تكست. اوكي اوكي واختار من هنا بروجكت نيم تايتل 2. اوكي اد بالشكل ده وامسك ده كده اخليه تايتل 3 كمان عشان لو اسم المشروع كبير زي ما احنا قلنا تكست. اوكي بالشكل ده كده يا باشمهندس. تبدا ايه تظبط بقى انت ايه المسافات ما بينهم والكلام اللي احنا ايه عارفينه. يبقى انا كده ايه ظبطت ادي البروجكت نيم. اللوكيشن برضو تقول له اللوكيشن والكلاينت نيم برضو امسك ده وده كوبي من هنا لهنا بروجكت لوكيشن. همسك ده اديت ليبل مفيش لوكيشن. ممكن لو انا دورت على لوكيشن مش هلاقي فاقول له من هنا على طول حل السحر بتاعنا لوكيشن 1 زي ما انا قلت لك. انا اسف كنترول زد تايتل. احيانا برضو اللوكيشن بتاع المشروع بيكون مثلا المشروع في الرياض بيحب يكتب مثلا رياض ويكتب تحتها سعودي اريبيان يعني يخليها على صف على سطرين مثلا اهو زي ما انا عايز. احنا نقدر بدماغك خلاص احنا فهمنا الفكره بدماغك بقى تقدر ايه تشكل كل اللي انت عايزه. هنا كده بالشكل. امسك ده كده كده ضفنا البروجكت لوكيشن. في عندنا ايه تاني
الكلاينت نيم لو انا عايز اضيفه، احنا خلاص بالفعل ضفناه في خانه لوحدها. ممكن برضه اعمل الكلاينت نيم لو هو له اسم مثلا واللوجو لوحده. في عندي بعد كده الدرون نمبر والريفيجن نمبر، دروينج نمبر والريفيجن نمبر. احنا لسه عندنا كتير اهو، يعني ان شاء الله انفورميشنز كتيره. في طبعا احنا ممكن نسيب مكان للليجند زي ما انا قلت لحضرتك، يعني ممكن نمسك بقى كل الكلام ده. بيربوز اوف ايشو، من اول بيربوز اوف ايشو من هنا كده، ماشي. كل ده نعمل شيفت بالظبط، هو ده اللي انا عايزه بالظبط. طلعه بس السنه فوق عشان اعمل الدروينج نمبر بالشكل ده، واسيب المكان ده للليجند بتاعتنا. امسك ده كده كوبي، ماشي. ممكن اكبر المكان شويه بتاع النوتس اللي انا بكتبها، لان احيانا النوتس بتبقى كبيره. اقدر اخش جوه الجروب ده واعمل اديت جروب، اللي انا عايزه كله اقدر اتحكم فيه. احنا بنشغل مخنا يا باشمهندسين عشان الامور تمشي كويسه زي ما احنا عايزين. هاجي من هنا الدروينج نمبر، احنا قلنا خلاص في عندنا خلاص الدروينج نمبر والريفيجن نمبر، هم دول اهم نقطتين متبقيين عندنا بالشكل. هعمل من هنا كرييت لاين. فين اللاين؟ بالشكل ده. هنا هختار اي ليبل زي ما احنا عارفين، كوبي، وخلينا نجيب ليبلز من دول. اقول له edit label. تعالى نشوف بقى موضوع الدروبنج نمبر. هنا موجود هنا ليبل ليها، موجود ادي الشيت نمبر، تمام بالشكل ده. كبر نفس الكلام، اخد الراجل ده كوبي هنا edit label. تعالى نشوف الريفيجن نمبر. في عندنا هنا current revision اللي هو الكرنت ريفيجن، اقول له اوكي بالشكل ده كده يا باشمهندسين. يبقى انا عملت شيت محترم ليا، شركتي ايا كان بقى. خلاص انت كده الموضوع بالنسبه لك، ايا كان الشركه، ايا كان الشكل اللي انت عايز تعمله، ايا كان اسم البارامتر، تقدر تضيفه بمنتهى السهوله اعتقد دلوقتي يعني. همسك بقى الشيت اللي قدامي ده كده، خلاص احنا كده مفيش اي حاجه محتاجينها من هنا تاني، كل الافكار خدناها ماشي. هاجي من هنا كده اروح جاي له بقى لود انت بروجكت، شايفين؟ اضيفه بس في اي مكان من هنا، خلاص اعمل ده ديليت. كل اللي عليا همسك ده مش محتاجه، اروح جاي مختار اسلام ادي A1 بالشكل ده. بالشكل ده كده يا باشمهندس. يبقى انا كده ظبطت ادي التايتل. تعال بقى نشوف نجرب بقى نستخدم بقى. شايفين كل علامات الاستفهام دي كلها حاجات اسئله بيسالها لك. طب يا باشمهندس ده ما فيش اي حاجه بتظهر معايا، يعني مش عارف اكتب اي حاجه، لان زي ما احنا اتفقنا لازم اروح على قائمه مانج بروجكت بارامتر، مهم جدا. اعمل امبورت كل الكلام اللي انا عمال اتعب قلبي فيه ده. هقول له من هنا شيرد بارامتر، اخدهم بقى واحده واحده. كل التايتل بلوك كلاينت انفو، اروح جاي له هل ده انستنس؟ طبعا انستنس، عشان كل شيت انا ممكن اخليه مختلف خالص عن عن الشيت الموجود عنده اسم الكلاينت. فاجي من هنا اهم شيء عندي اختار في موجوده فين، اضغط حرف اس، حرف التي انا اسف، تايتل بلوك. فين يا اسلام؟ شيتس، انا اسف الشيتس حرف الاس، واقول اوكي كده. كلاينت انفورميشن ادد، شيرد بارامتر، سيلكت كونسلتنت ديت، شيتس، واقول اوكي اد كونتراكتور ابروفد،
شيتس، وهكذا بقى ايه هكمل بيهم. تعالى بقى ايه ناخد اللي احنا ضفناهم دول. احنا قلنا ايه فين اللي انا ضفته؟ طيب خلينا نضيف مثلا حاجة ايه مثلا الديسيبلين نيم. خلينا نضيف، انا ضفت ايه؟ كلاينت انفو. فين الكلاينت انفو؟ ادي الكلاينت اهو. لو انا جيت بقى هنا اكتب مثلا سلام جميل فور جيم سيرفيس بالشكل ده كده تقدر تكتب اللي انت ايه عايزه. كل البارامتر اللي انت دخلتها تقدر ايه تضيفها زي ما انت عايز بالشكل ده. الشيت سايز برضو هيظهر، والسكيل هيقدر ايه يظهر عندك. يعني لو جينا مثلا من لوحه، تعال نشوف بقى لو لوحه فيها بارامترز من اللي احنا عاملينها مثلا اهو ستراكشر بيز بليت مثلا. تعال نضيف ادي ال ستيل كولم بيز بليت لي اوت مثلا. يعني هنتكلم برضو عن موضوع السكيل، ازاي اظبط السكيل بتاعنا والكلام ده كله. تعالوا نبص اللي هيحصل. لو انا مسكت ده كده رحت جاي مختار A1 لاندسكيب بالشكل ده، ادي السكيل اوتوماتيك قرا نفس السكيل بتاعتي اللوحه عندنا اللي هو اللوحه بتاعتنا دي 1:100. خليه 1:200. دي البارامترز اللي ايه اللي احنا بنتكلم عليها بالشكل ده. شايفين هيقرا هنا ادي السكيل. تعال نشوف هنا الاستراكشر بيز بليت، هو قرا نفس مين؟ نفس الكلام ده كده اللي هو ايه الاستراكشر بيز بليت. الشيت نيم ماشي. البروجكت نيم اقدر بقى ايه اجي من هنا مثلا اسميه ستيل فريم مثلا يعني. طيب قائمة مانج بقى ممكن اضيف بقى تاني البارامتر بتاعتنا. اضيف مثلا وليكن خدهم بقى بالترتيب احنا ضفنا لحد ايه ابروفد باي تشيكد باي. خدهم بقى بالترتيب، اقدر اضيفهم كلهم للشيتس اللي عندك. هتلاقي كله بدأ ايه يشتغل معاك، وهتلاقي الايه كل اللي انت عملته ظاهر معاك وبقى واضح، والامور مفيش فيها اي مشكله باذن الله تعالى. وبكده يا باشمهندسين يبقى اتعلمنا مع بعض ازاي اقدر اعمل لنفسي تايتل بلوك واقدر اظبط كل اموري باذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.